الفكرة دي جت في الاختبار تجريبي أزهر السنة دي 2025، شبيهة شوية للفكرة اللي فاتت ولكن دي أبسط شوية. هنا بيقول لي إيه؟ دايود مقاومته اللي هي الار بتاعته بتساوي 20. ده الكلام ده في الاتجاه الامامي. وصلنا طرفاه بمصدر تيار متردد قوته الدفعه العظمى يعني الفي ماكس قيمتها 10. هو بيسأل عن شدة التيار المر به نهاية كل ربع دورة. تمام. احنا طبعا اتفقنا من السؤال اللي فات ان التيار المتردد لما بيعدي على وصلة ثنائية بيحصل له عملية تقويم نصف موجي. جميل. هو بيسأل عن القيمة بتاعة التيار نهاية كل ربع دورة، وبيسأل عن ما قاليش بقى قيمة فعالة ولا متوسطة ولا أي حاجة، بس أنا لوحدي هعرف هو التيار بادئ من الصفر بعد ربع دورة. إيه اللي حصل للتيار؟ وصل للقيمة العظمى. يعني بعد ربع دورة التيار ده بقى إيه؟ بقى القيمة بتاعته ماكس. يبقى بعد اول ربع دوره القيمه بتاعته بقت ماكس. ده بجيب الماكس ازاي؟ عادي من الفي ماكس على الار، مفيش اي مشكله. الفي ماكس معانا ب 10، الار معانا ب 20، يطلع الناتج بكام؟ يطلع الناتج بنص، يعني 5 من 10. طيب بعد ربع الدورة التاني التيار بقى بكام؟ بصفر. بعد ربع الدورة التالت بقى بصفر، الرابع بقى بصفر، وهكذا. هتلاقي بقى التيار بصفر. تيجي بقى في الدورة الجديدة تلاقي بعد ربع دورة في الدورة الجديدة هتلاقي نفسك بتعيد نفس الكلام تاني. يعني كده هنقول ان الاي بعد اول ربع دوره قيمه عظمى، جبت القيمه العظمى، بعد كده هيكون بكام؟ بصفار. بالشكل ده كده. حد بقى ممكن يقول لي ايه؟ طب ما كان ممكن يكون الاحتمال التاني. ايه الاحتمال التاني؟ ان التيار كان جاي بالشكل العكسي، يعني في البدايه صفر وبعد كده ايه؟ قيمة عظمى. ماشي، ما هو بعد ربع الدورة الأولاني كده على الوضع اللي قدامي هيكون التيار بكام؟ بصفر. الربع اللي بعده بصفر. الربع اللي بعد كده بقى بقيمة عظمى. الربع اللي بعد كده بقى بصفر. هل الاختيار ده موجود؟ مفيش اختيار بيعبر عن الكلام ده، اللي هو صفر صفر قيمة عظمى بعد كده صفر. مفيش حاجة في الاختيارات بتعبر عن الاحتمال التاني ده. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال يعني فكرته مش صعبة أول حاجة. يقول لي إذا كان عدد مستويات الطاقة الممكنة هما 5 مستويات دي الN، ويمكن للإلكترون الانتقال بين أي مستويين من تلك المستويات، فإن عدد متسلسلات الطيف التي يمكن أن تنبعث منه فوتونات. بيسأل عن عدد المتسلسلات. خلي بالك ما تتسرعش في السؤال، لأن السؤال ده مش بيجي دايما كده. السؤال دايما بيسألك عن عدد الأطياف أو عدد خطوط الطيف أو عدد الفوتونات اللي ممكن تطلع لك. هو هنا بيسألك عن عدد المتسلسلات. عدد المتسلسلات يعني اللي هو بيقول لك ايه؟ انت معاك 5 مستويات، ادي المستوى الخامس، ادي الرابع، ادي التالت، ادي التاني، ادي الاول. ممكن يطلع لك متسلسلة في الاول، وممكن في التاني، وممكن في التالت، وممكن فين؟ في الرابع. لكن الخامس ده هيرجع له حاجة؟ لا، ما هو ده المستوى الاخير بقى. فيبقى عندك هنا كام متسلسلة؟ 4 متسلسلات. يعني لو سألك عن عدد المتسلسلات هتقول له هي بتساوي عبارة عن ايه؟ n ناقص 1. ال n هنا معانا ب5 ناقص 1 يطلع الناتج بكام؟ ب4. طب لو سألني السؤال كما هو معتاد عن عدد خطوط الطيف، هتقعد بقى تعمل له الاحتمالات كلها. بس الموضوع ليه قانون عشان ما نقعدش ناخد وقت في الكلام ده. لو سألني عن عدد الفوتونات او عدد خطوط الطيف، عدد الفوتونات هيساوي n في n ناقص 1 على الاتنين. طب ال n معانا بكام؟ ب5. في 5 ناقص 1 على الاتنين. 5 في 5 ناقص 1 يعني 5 في 4 ب20 على الاتنين. يطلع لك كام خط طيف؟ 10 خطوط طيف. تمام. السؤال اللي بعد كده برضو سؤال كويس، وبرضو بيكون غايب عن ناس كتيرة. طبعا موجود السؤال ده في النماذج التجريبية بتاعت السنة دي. الدينامو، وطبعا الدينامو من أهم الأجزاء في المنهج بتاعنا. دينامو تيار متردد مكتوب عليه إن الفي بتاعته بتساوي 200. وطبعا احنا عارفين إن قبل الساين ده بتبقى القيمة العظمى، يعني دي كده الفي ماكس. واللي بعد الساين دي كلها قيمة السيتا. وطبعا السيتا لها قانون 2 باي اف تي، بس خد بالك ان الباي جوه الزاويه لازم تعوض عنها ب 180. وممكن اقول ان الجزء كله اللي قبل التي اللي هو 2 باي اف ده كله على بعضه الاوميجا. يعني انا معايا الاوميجا ب 18000. طيب هو بيسالنا هنا عن ايه؟ بيقول لك فان الوقت المستغرق للوصول الى سالب 100 فولت لاول مره. سالب 100 فولت لاول مره.
انا معايا الماكس ب 200، يعني ال 100 دي تعتبر ايه؟ نص القيمه العظمى. بس خد بالك دي نص قيمه عظمى سالبه، وانت عندك نص قيمه عظمى يعني زاويه كام؟ ساين 30 بنص. بيجي بعدها على طول ساين 150 برضو بموجب نص، يعني لا 30 ولا 150. اللي بيجي بعدهم ساين 210 تطلع بسالب نص. بيجي بعدهم 330 تطلع برضو الساين بتاعتها بسالب نص. يعني 30 دي نص العظمى الموجبة الأولى، 150 نص العظمى الموجبة التانية، 210 نص العظمى السالبة الأولى. دي بقى اللي احنا عايزينها. يبقى ال 210 دي الزاوية بتاعتي اللي أنا هجيب خلالها الزمن. طبعا هفكها ل 18000 تي. ماشي، هو عايز منك الزمن. تقسم بقى 210 على 18000 تطلع الإجابة معاك الأخيرة اللي هي 7 على 600 ثانية. ماشي. السؤال اللي بعد كده سؤال برضو حلو عايزين نركز فيه. يقول لي ملف حث عديم المقاومة ملفوف على ساق من الحديد ويتصل على التوالي مع مصباح كهربي مقاومته الأومية بار، وبطارية قوتها الدفعة في بي مهملة المقاومة الداخلية، فكان التيار ب2 اي والقدرة المستنفذة قيمتها بار. تعال نوقف لحد هنا ونجيب البار. طبعا احنا عارفين ان البار اللي هي القدرة المستنفذة، طالما ده تيار مستمر فخلاص هي دي القيمة الوحيدة للتيار. يبقى الاي تربيع في الار، الاي قيمتها بكام؟ قيمتها ب2 اي، لما ربعها تبقى 4 اي تربيع في الار. الار قيمتها بار، يبقى اذا القدرة المستنفذة هنا 4 اي تربيع في الار. ماشي. وعند توصيل مصدر تيار متردد جهده الفعال في بي، يعني دي كده القيمة الافكتيف للمصدر المتردد، بدلا من البطارية كان التيار المر في الدايرة 1.5 اي. ده الاي اهوت اللي هو الاي اللي مر في الدايرة، والتيار اللي بيمشي في الدايرة دي القيمة الفعالة من غير ما يقول لي. هو بيسأل بقى عن القدرة المستنفذة في المرة التانية، والاختيارات جايبها لك بدلالة البار الأولى، وبيسأل عن زاوية الطور بين الجهد والتيار. طيب، هو البار في الحالة التانية هجيبها ازاي؟ طالما بقى مصدر متردد يبقى اقول له الاي، لازم أنا اقول له طبعا الاي افكتيف تربيع في الار، ده لازم. طيب الاي الجديد بكام؟ 1.5، 1.5 تربيع في الار. طيب 1.5 تربيع دي اللي هي 3 على 2 يعني 9 على 4 اي تربيع في الار. ماشي. عايزين نبدأ نقارن الاتنين ببعض او نجيب التانية بدلالة الاولى. فطبعا لما اقسمهم على بعض دي هتروح مع دي، وكده هقول له ان الباور على باور 2 اللي احنا محتاجينها هيساوي، انا معايا هنا 4 على 9 على 4. يعني كده اقدر اقول ان الباور على الباور اللي انا محتاجها اللي هي المجهولة بتاعتي بيساوي مقام المقام بسط، يعني كام على كام؟ 16 على 9. عاوزين الباور 2، يبقى الباور 2 هتساوي 9 باور على كام؟ على 16. يبقى كده استبعد الاختيار الثالث والرابع، يبقى يا ده يا ده. تمام. بعد كده هو عايز زاوية الطور بين الجهد والتيار. طب بنجيب زاوية الطور ازاي؟ هي الدايرة اللي قدامي كده دي دايرة فيها ايه؟ دي دايرة فيها ملف حث، وكمان المصباح ده ليه مقاومة، يعني دي دايرة ار ال. طيب في دايرة ار ال ممكن نجيب زاوية الطور ازاي سنة تالتة؟ زاوية الطور طبعا ليها قانون مباشر، تان سيتا بتساوي اكس ال على الار. احنا معانا قيمة الار بس مش معانا قيمة الاكس ال. طيب خلينا نروح نشوف هنعمل ايه في السؤال ده. السؤال ده ممكن يتحل باكتر من طريقة. هو انا هجيب قيمة الار ازاي؟ الار بتساوي الفي على الاي، الفي هنا بفي بي خلينا نقول بواحد، والاي هنا باتنين اي يعني باتنين، يعني كأن الار قيمتها بكام؟ كأن الار قيمتها بنص. ماشي. في المرة التانية بقى لما بقى عندي مصدر متردد، بقى الدايرة مش هقول عبارة، يعني مش هقول ان ال V على ال I بيساوي ال R، لا هقول ان ال V على ال I بتساوي حاجة اسمها الايه؟ الزد. يعني في المرة التانية هقول ان الزد بتساوي ال V effective على ال I، ال V effective بواحد وال I بواحد ونص، يعني واحد على واحد ونص يعني كام؟ يعني 2 على 3. ده قيمة الزد. انا كل الكلام ده بعمله ليه؟ انا خلاص معايا قيمة ال R بنص، ناقصني ان انا اجيب ال XL. طب اروح اعمل ايه بقى؟ اقول له ان الزد بتساوي الجذر التربيعي للاكس ال تربيع زائد الار تربيع. طب الزد بكام؟ الزد ب2 على 3 بيساوي الجذر التربيعي
الاكس ال تربيع، احنا عاوزين الاكس ال تربيع زائد الار تربيع اللي هي نص تربيع، يعني كام؟ يعني ربع. طبعا نربع الطرفين ونجيب الاكس ال، وبعد كده نيجي نعوض هنا. انا معايا الار بكام؟ معايا الار بنص، اجيب من هنا الاكس ال احسبها. طبعا هتحسب مجهول عادي على الاله الحاسبه براحتك مفيش مشكله، او تربع الطرفين وتشوف الاكس ال هتطلع بكام، وبعد كده تقوم عامل شيفت تاني على الاله الحاسبه للرقم اللي هنا على اللي هنا، تطلع لك زاويه الطور 41 و41 ضرب. سؤال حلو وفكرته حلو. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي ملف لولبي طويل. ايه الغرض من السؤال ده؟ الغرض من السؤال ده هو فكرته حضرتك يعني قابلتك كتير، بس دايما بيلخبطك ان انت معاك ملف ابتدائي وثانوي ان انت تبدأ تربط الدنيا ببعضها. ملف لولبي طويل القطر بتاعه ب1/10، يعني الاتنين ار ب1/10. عدد لفاته لوحدة الأطوال ب20,000 لفة. حاطين عند المركز بتاعه ملف دائري عدد لفاته يبقى دي الان دائري وده القطر بتاعه، يعني الاتنين ار بتاع الدائري، بحيث كم محوره ينطبق على محور الملف اللولبي. اهم حاجه بقى هنا انا معايا ملفين، فيهم واحد ابتدائي والتاني ثانوي. اعرف مين الابتدائي واعرف مين الثانوي بناء على الجمله اللي جايه دي: اذا تناقصت شده التيار المر في الملف اللولبي بمعدل 4 امبير الى صفر. يعني ده كده الدلتا اي بتاع الملف الابتدائي. يبقى اذا الملف الابتدائي بتاعي هو الملف اللولبي، دلتا اي بتاعته هتبقى صفر ناقص 4، يعني كام؟ -4. السالب هنا مش هيفرق معايا قوي. خلال الفترة الزمنية اللي هي الدلتا تي. ماشي يا باشا. هو بيقول لك احسب الشحنة الكلية اللي هي الكيو خلال هذه الفترة، علما بأن الار بتساوي 10 باي تربيع. هنا هعمل ايه؟ لما بيكون معايا ملفين، واحد ابتدائي وواحد ثانوي، بيبقى عندي المفروض ان الاي ام اف المستحثة المتولدة في الملف الثانوي بتساوي -ان دلتا فاي ام اللي هي بنفكها طبعا B1 2 على دلتا تي. الاي ام اف ديت بنفكها طبعا للاي في الار بيساوي -ان B1 في الاي 2 على الدلتا تي. الاي ممكن اقول على ان الاي ديت اشيلها واكتب مكانها كيو على تي، اشيل الاي واكتب مكانها كيو على تي. طيب بعد كده اطير التي مع التي، اشيل التي مع التي بالشكل ده كده. يعني الكيو في الار بيساوي -ان B1 2. طيب الB1 اللي هي بتاعت الملف اللولبي، ما انا ممكن افكها برضه، يعني ممكن اشيل الB1، مش الملف الابتدائي بتاعي اتفقنا ان هو الملف اللولبي كثافة الفيض اللي طالعة من الملف اللولبي بنحسبها ازاي؟ لها قانونها طبعا. ايه القانون بتاعها؟ ميو في الN، طبعا N1 I1 على 2. لا مش 2 بقى، انا بتكلم عن ملف لولبي، يبقى على طول الملف اللولبي على ال بتاعته اللي هو الطول. طيب الكيو اللي هي كمية الشحنة، طبعا دي الحاجة اللي احنا عاوزينها في الار قيمتها بكام؟ الار قيمتها ب10 باي تربيع. الكلام ده بيساوي عدد اللفات. طبعا عدد اللفات اللي هنا دي بتبقى لفات الثانوي -N2. الثانوي ده اللي هو الملف الدائري اللي هو عدد لفاته ب100 لفة. لازم هنا تاخد بالك من الثانوي اللي بتلاقي عشان الحاجات دي هتلخبطك وهتبوظ لك الدنيا. الميو طبعا الميو له قيمة 4 باي في 10 أس -7. الN1 اللي هو لفات الملف الابتدائي، بس دي لفات الملف الابتدائي لوحدة الأطوال، يعني N1 على L كلها قيمتها بكام؟ ب20,000 لف. 20,000، يعني اكتب مكان ال تحت بكام؟ بواحد، لأن الوحدة الأطوال يعني الطول بواحد. في ال A2 طبعا هتبقى باي R2 تربيع. طيب R2 هو الملف الثانوي اللي هو الملف الدائري، قطره ب2/100، يعني نص قطره 1/100، يبقى 1/100 تربيع. خلاص يا باشا، انت كده هتعوض هنا يطلع معاك الكيو على طول، ايا يكن بقى الكيو هتطلع بكام. كده كل حاجه معاك مظبوطه وكل حاجه تمام. اهم حاجه هنا في السؤال ده ان انت تبدا تفصص كل حاجه. ماشي. السؤال ده بقى سؤال برضو يعني غاية في الروعة وغاية في الأهمية. سؤال مش سهل خالص بالمرة، ومحتاج مننا تركيز ورابط فيه الباب الثالث مع الباب الأول، فسؤال يعني ما شاء الله. نركز مع بعض كده في السؤال ده. بيقول لي إيه؟ معانا قضيبان متوازيان، المقاومة بتاعتهم مهملة. المقاومة بتاعت القضيبين دول مهملة. يفصل كده، يبقى القضيبين اللي هم دول يفصل بينهما 10 سنتيمتر ومتصلان بمقاومة 5. ماشي، في مقاومة هنا 5
تحتوي الدائرة أيضا على سلكين لهما مقاومتين 10 و15، في مقاومة هنا ب15 وفي مقاومة هنا ب10، مفيش أي مشكلة خالص. ينزلقان على طول القضبان، يتم سحب السلكان بعيدا بسرعات، الأولاني بسرعة 4 والتاني بسرعة 2 كما بالرسم، ده الأولاني وده التاني موضح لك على الرسم كل حاجة، وبيقول لك إن البي 1/100 واتجاه الحركة عمودي على المجال، احسب له قيمة التيار المار في المقاومة 5. حلو أوي السؤال ده. هو السؤال يعتبر فيه فصل ثالث EMF المتولدة في سلك، ويعتبر فيه قوانين كيرشوف بتاعة الفصل الأول. فاحنا أول حاجة هنعملها، طبعا احنا معانا سلك بيتحرك، قاعدة فليمنج اليد اليمنى ده المجال وده اتجاه السرعة، يبقى اتجاه التيار هنا الأعلى. معنى ان التيار طالع لفوق يبقى ده معناه ان احنا معانا كده بطارية بالمنظر ده. البطارية دي نقدر نحسبها من قوانين ال EMF طبعا بتساوي BLV. BLV هو الحتة دي طولها بكام؟ قالك في الأول يفصل بين القضيبين مسافة 10 سنتيمتر، يعني ال طول الأسلاك 1/10 متر. ماشي، يبقى هنعوض بقى في القانون، كثافة الفيض موجودة معانا 1/100، يبقى 1/100 في 1/10 اللي هو الطول، الكلام ده مضروب في 2، 2 في 1/10 في 1/100 يطلع الناتج هنا، يبقى معايا بطارية هنا قيمتها كام؟ 2/1000 فولت. نفس الكلام هنا، نفس كل حاجة، بس اختلاف السرعة، فلاقي هنا ان في بطارية قيمتها 4/1000 فولت اللي هو BLV برضه. اتجاه البطارية هبص الاقي برضه المجال للداخل ده اتجاه السرعة، يبقى التيار نازل لتحت كده، يبقى ده الطرف السالب وده الطرف الموجب للبطارية. ماشي، نمشي مع التيار ده ماشي كده، هيجي عند النقطة دي هسمي مثلا التيار ده I1 براحتك عادي جدا، واسمي التيار ده I2، وافرض مثلا ان I3 ده كده الاتجاه بتاعه. يعني بقى كأن معاك رسمة فيها بطاريات ومقاومات، كأنها مسألة كيرشوف الأول. خلاص كده انت خلصت فصل تالت، اللي باقيلك بقى ان انت تشتغل فصل أول. ازاي؟ ممكن أبدأ أبسط لحضرتك الرسم. يعني أنا معايا هنا على اليمين بطارية، البطارية دي الفي بي بتاعتها قيمتها 2/1000 فولت، ومعانا هنا تحت في مقاومة قيمتها كام؟ المقاومة اللي تحت قيمتها 15 أوم، ومعانا هنا مقاومة قيمتها 5 أوم، ومعانا الناحية التانية في بطارية، ده السالب وده الموجب بتاعها، ومعانا هنا مقاومة قيمتها 10 أوم. البطارية دي قيمتها كام؟ 4/1000 فولت. واتفقنا ان احنا هنفرض بقى التيارات هنا بقى براحتك زي ما كنت بتعمل في كيرش. انا فرضت ان التيار اللي هنا ده هو ماشي كده، ده الI1، والتيار اللي جاي من هناك ده الI2، وبراحتي بقى الI3 هقول ان هو ده اتجاهه. ابدأ بعمل الثلاث معادلات بتوعك وهات الثلاث تيارات اللي هو هتجيب الI3 منهم بقى، انت لازم تعمل كده، مفيش قدامك حل تاني غير كده. طيب اعمل معادلات ازاي؟ يلا بينا نحل المعادلات. عند النقطة دي داخل لها تيار I2 وطالع منها I3 وطالع منها I1، يعني المفروض كده المعادلة بتاعتي هتبقى ازاي؟ I1 زائد ناقص بيساوي صفر. انا كده عند النقطة دي داخل لها I2 وطالع منها 1 و3، يعني اقول له كده زائد I3 وهقول له ناقص I2 لان I2 ده هو اللي داخل. تمام، يبقى I1 ناقص I2 الكلام ده بيساوي صفر. دي كده المعادلة رقم 1 معانا. طيب نعمل معادلة في المسار ده ونعمل معادلة في المسار التاني. لو جينا وقفنا عند النقطة دي كده، البطارية دي بكام؟ بالسالب وقيمتها 2/1000. اخليها بره بالموجب، اطلع الرقم بتاعها لوحده بره بالموجب، سالب 2/1000 طلع بره 2/1000. امشي هنا كده مفيش اي حاجة، بعد كده انا ماشي مع التيار 5I3، يبقى انا عندي هنا 5I3. اكمل عندي هنا 15I2 بالموجب لان انا ماشي مع التيار 15I2. كده يعتبر انا خلصت المسار المغلق ده. خلصت المسار المغلق ده ومفيش I1، يبقى على طول صفر I1. دي كده المعادلة رقم 2. ماشي، المعادلة رقم 3 براحتك برضو اعمل المسار اللي انت عايزه، مش هتفرق معانا في حاجة. هفرض مثلا ان ده المسار بتاعي اللي انا همشي فيه، يعني انا هبدأ من عند النقطة اللي هنا، قابلني سالب 4/1000 اللي هو قيمة البطارية، طلعها بره بالموجب، 4/1000 بيساوي، تمام انا ماشي اهوت، قابلني كام؟ 10I1. يبقى في الاول اهوت 10I1. دي كده هتبقى المعادلة رقم 3 معانا.
وانا ماشي مكمل قابلني كده 5 اي 3، بس انا رايح عكس التيار، يبقى ناقص 5 اي 3. مفيش اي 2، يبقى اذا ده معناه ان الاي 2 قيمتها كام؟ صفر. وطبعا هنا ايه؟ موجب 5 اي 3. ده في المعادله اللي فوق. كده بقى معايا 3 معادلات ب3 مجاهيل. عملت المعادلات بتاعتي صح وكل حاجه تمام. الآلة الحاسبة الجميلة، انت اي حد المفروض في ثالثه ثانوي متعلم كيرشوف بيعرف يحل 3 معادلات على الآلة الحاسبة. هيطلع لك طبعا على الآلة الحاسبة اكس واي زد. احنا عاوزين الاي 3. لو طلع معاك بالموجب يبقى احنا فرضنا الاتجاه بتاعه صح، طلع بالسالب يبقى احنا كنا فارضينه عكس الاتجاه. سواء كنت فرضه كده او فرضه عكس كده هيتغير معاك المعادلات، بس رقم الناتج في الاخر مش هيتغير معاك. حل بقى ال3 معادلات وانت كده محتاج الاي 3 اللي هو تالت مجهول. السؤال اللي بعد كده برضو سؤال مهم على الوصلة الثنائية. بيقول لك يوضح الشكل جزءا من دائرة كهربية إذا علمت أن الجهد الكهربي عند A هو VA. ادي الجهد الكهربي اللي هنا، اللي عند النقطة اللي هنا هنسميه VA، والجهد اللي عند النقطة B اسمه VB، حيث ان الجهد عند B اكبر من الجهد عند A. يعني عند B موجب وعند A سالب. جميل، حلو الكلام. عايز شدة التيار المار خلال المقاومة 12. يعني هو عايز التيار اللي ماشي في الفرع ده، وخد بالك طيب، وعايز الكلام ده بدلالة ال VB وال VA. يعني ال VB وال VA كأن القيمة بتاعتهم مش موجودة، مفيش أي مشكلة خالص. أعمل إيه بقى هنا يا سنة تالتة؟ عادي خالص. أول حاجة، بما ان ده الموجب وده السالب، يعني التيار جاي من هنا، هبص الاقي ان الوصله دي متوصله توصيل عكسي، يعني الفرع اللي فوق ده معايا ملغي. يعني كأن المسألة بتاعتي عبارة التيار هيمشي هنا في الفرع ده اللي هو 6، وبعد كده يجي يتجزأ جزء في الفرع اللي هنا ممكن أقول عليه I1، وجزء في الفرع اللي تحت ممكن أقول عليه I2. ماشي. هبدأ أجيب المقاومة المكافئة 12 مع 36، أجيبهم مع بعض توازي مع الستة توالي، فنجيب الار توتال. فتطلع الار توتال بكام؟ يلا بينا نحسبها. أول حاجة 12 في 36 على 12 زائد 36، يطلع المقاومة المكافئة للشوية دول ب9. 9 و6 يبقى الار توتال قيمتها ب15. دي الار توتال بتاعت الدايرة. نروح نجيب التيار الكلي. الاي توتال هيساوي فرق الجهد على المقاومة الكلية. المقاومة الكلية 15، فرق الجهد هنقول له جهد النقطة الأعلى ناقص جهد النقطة الأقل، يعني في بي ناقص الفي. هل كده احنا خلصنا؟ لا طبعا لسه ما خلصناش، لأن هو مش عايز التيار الرئيسي ده، هو عايز تيار الفرع ده. خلاص، انت تقدر بقى تجزأ التيار بقوانين تجزئة التيار. انا عايز اجيب تيار الفرع. في قانون بيقول ان تيار الفرع بيساوي التيار الكلي اللي هو عبارة عن ال VB ناقص ال VA، واعمل لهم كده قوس على 15. ده التيار الكلي. التيار الكلي ده بضربه في قيمة المقاومة البعيدة. انا عايز تيار الفرع ده، فباخد المقاومة البعيدة على مجموع المقاومتين اللي هو 36 و12، يعني 58. تعالى نحسب يا باشا. هنعمل انا هنا ايه؟ هقول له 1 على 15 في 36 على 58. 1 على 15، الكلام ده مضروب في 36 على 51، اللي هو البعيدة على مجموعهم 36 زائد 12، يطلع بالظبط الناتج 1/20. هتطلع الإجابة هنا 1/20. هو مجموع 36 و12 48 صح زي ما أنا كنت عامل في الأول. فتطلع الإجابة كام؟ 1/20. يبقى الإجابة الصح هي رقم ج. هاي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه يا باشا؟ اذا كان الوقت الذي يستغرقه التيار المتردد للوصول من الصفر للقيمة الفعالة هو 9 ثانية. سؤال برضو مش بيبقى عليه اسئلة كتير غير في بعض الكتب الخارجية كده بتبقى مركزة عليه، وفي كتب زي كتاب الامتحان تلاقي جايب عليه سؤال او اتنين. طيب، هو هنا في السؤال ده بيقول لك الزمن اللي هياخده التيار المتردد عشان يوصل من الصفر للقيمة الفعالة. كلنا عارفين ان القيمة الفعالة 45، يبقى زمن وصوله من الصفر ل45، يعني هو كده مشى 45 درجة، يبقى سيتا 1 45. في الكلام ده خد زمن 9 ثواني، وذلك خلال المرة الأولى من الدورة.
عايز الوقت او الزمن اللازم عشان التيار المتردد يوصل لنص القيمة العظمى للمرة الاولى. كان في سؤال من شوية قلنا فيه ان نص القيمة العظمى اول مرة 30 150 دول في الموجب، 210 330 دول في السالب. يعني كده الزاوية اللي هيدور بيها هنا من صفر لحد كام؟ لحد 30 درجة. ماشي، هو بيسأل عن الزمن هنا اللي هو t2. من هنا بقى هقول ان سيتا 1 على سيتا 2 بيساوي t1 على t2. سيتا 1 اللي هي 45 على سيتا 2 اللي هي 30، t1 اللي هو 9 ثواني على t2. اعمل طرفين في وسطين واحسب اشوف الناتج هيطلع بكام. 30 في 9 على 45 يطلع الناتج بالظبط 6 ملي ثانية. ماشي. السؤال اللي بعد كده بيقول لك ايه؟ يتم وضع الملف بشكل عمودي على مجال مغناطيسي ثابت ومنتظم، الكثافة بتاعته، السؤال ده فصل ثالث، يتكون من 150 لفة، مساحة المقطع يبقى الايه بتساوي 48 سنتيمتر مربع، كلنا عارفين ان احنا هنضربها في 10 والسالب 4. اهم حاجة بقى في السؤال لازم اخد بالي منها هي الجملة دي، لو احنا عكسنا اتجاه المجال خلال فترة زمنية فإن متوسط القوى الدافعة المتولدة في الملف خلال هذه الفترة. مش معنى ان هو قال لك متوسط القوى الدافعة انت تروح تجري على الدينامو، لا، ده متوسط القوى الدافعة ده مش دينامو، يبقى هشتغل بالقانون العادي خالص. لو اول قانون انت حضرتك اخدته اللي هو بتاع فاراداي، سالب ان دلتا فاي ام على دلتا تي. هو الراجل هنا بيقول لك عكس اتجاه المجال، كل واحد ليه طريقته في حسابات الحتة دي. يعني مثلا في ناس بتشتغلها بالزاوية، في ناس حافظاها على طول، في ناس بتعوض، كل واحد بقى ايه براحته. هو بيقول لك هنا الملف بادئ من انه وضع؟ الملف بادئ من الوضع العمودي. بادئ من الوضع العمودي، القصة كلها في قيمة التغير. التغير بعد ربع دورة بيبقى سالب بي ايه، التغير بعد نص دورة سالب 2 بي ايه، التغير بعد 3/4 دورة سالب بي ايه، التغير بعد دورة كاملة بكام؟ بصفر. ده انت جبت الكلام ده منين يا عم؟ انا لو كان معايا في المرة الاولى مش الملف مستوى عمودي، يعني فاي ام 1 لما اجي اعوض هيبقى بي في الايه ساين 90. طب بعد ما الملف يتعاكس هيبقى الفاي 2 بكام؟ فاي ام 2 هيساوي بي في الايه برضو، لان الملف لما اتقلب بقى برضو قيمة عظمى ولكن اتجاهه اتعكس فبحط سالب، وانا بجيب التغير السالب بيفرق معايا. يبقى دلتا فاي ام اللي هو معدل التغير، تغير في اي حاجة بيساوي الحاجة التانية ناقص الحاجة الاولى، يعني سالب بي ايه ناقص بي ايه يطلع الناتج بكام؟ سالب 2 بي ايه. ده اهم حاجة في السؤال. بعد كده بقى هتعوض عادي، يبقى سالب ان سالب 2 بي ايه على دلتا تي. عوض بقى يا باشا لان موجوده معاك وكل حاجه موجوده معاك، اهم حاجه ان انت تاخد بالك من الحته اللي هنا. طبعا الان عدد اللفات 150 لفه، الكلام ده مضروب في سالب 2، سيبك من السالب مش هيفرق، وكده كده سالب في السالب بموجب. البي 7/10. المساحة طبعا مديهاني 48 في 10 أس سالب 4 على الدلتا تي الفترة الزمنية 15/100 سنة، ويتعوض وتطلع الناتج. لو انت بقى ما كنتش عوضت بسالب 2 كان هيطلع معاك ناتج في الاختيارات، وهنا بقى اللي بتبقى الأزمة في الموضوع. يعني لو انا ما عوضتش بسالب 2 على الأغلب هلاقيه حاطط لي إجابة في الاختيارات، فناخد بالنا من السؤال ده. سؤال جميل، سؤال حلو، سؤال دايما بيجي في امتحانات ثانوية عامة. هنا بيقول لك ايه؟ تم لف سلك مستقيم على شكل ملف دائري من 3 لفات، يبقى دي عدد لفات الملف الدائري في المرة الأولى. تم إعادة تشكيله أو تم إعادة لفه مرة أخرى، يعني أنا معايا سلك عامل منه ملف دائري 3 لفات، عملت إعادة تشكيل مرة أخرى بحيث إن أنا غيرت عدد اللفات، بقت عدد اللفات بكام؟ ب10 لفات. جميل. مع مرور نفس التيار ماشي، هو بيسأل عن نسبة كثافة الفيض في المرة الأولى على المرة التانية. احنا هنا بنتكلم عن ملف دائري، كلنا عارفين ان الملف الدائري ان البي بتاعته قانونها بيساوي ميو ان اي على 2 ار اللي هو قانون مونير، ميو ان اي على 2 ار. طبعا الميو ثابتة
هو قال لي شدة التيار ثابتة، والاتنين ده رقم ثابت كده كده. يعني الموضوع معتمد على الان والار. طب الان الراجل ريحني وادهاني في السؤال، طب الراجل ما جابش سيرة الار. انا بقى لو مش فاهم ومش واخد بالي من الكلام هقول طالما ما جابش سيرة الار ثابتة. لا، الكلام ده غلط. انت معاك سلك، السلك ده طوله ثابت، لما تمسك السلك ده تعمل منه لفتين غير لما تمسك نفس السلك وتعمل منه 10 لفات. الموضوع طبعا بيبقى مختلف. طب الكلام بقى هيبقى معتمد على ايه؟ الكلام هيبقى معتمد ان حضرتك عندك طول السلك في المرة الأولى والمرة التانية ثابت. سلك عملت منه ملف دائري، يبقى محيط السلك في عدد اللفات قبل بيساوي محيط السلك في عدد اللفات بعد. جميل، حلو الكلام. تعالى بقى هنا يا باشا نطير الاتنين باي مع الاتنين باي. لو انا قلت ان واحد على ان اتنين يبقى هيساوي ار اتنين على ار واحد، يبقى ان واحد على ان اتنين بيساوي ار اتنين على ار واحد. يعني انا غصب عني طالما غيرت عدد اللفات يبقى غصب عني نص القطر هيتغير، ما ده طبيعي. اكيد لما تعمل لفتين هتبقى اللفة كبيرة شوية، تكتر عدد اللفات من نفس السلك يبقى لازم تصغر اللفة شوية. تعالى بقى نيجي هنا بقى للعلاقة. احنا بنقول الحاجة اللي اتغيرت هنا او الحاجتين اللي اتغيروا هما الان والار. يعني ان واحد على ان اتنين، والار عكسية ار اتنين على ار واحد. ممكن اشيل ار اتنين على ار واحد واخليها ان واحد على ان اتنين، يبقى بي واحد على بي اتنين بيساوي ان واحد على ان اتنين. فار اتنين على ار واحد اللي هي ان واحد على ان اتنين بقت ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع. يعني خلاصة الكلام ممكن احط هنا ملحوظة لما يقول لي معايا ملف دائري تم اعادة تشكيله الى ملف دائري اخر بعدد لفات مختلفة، يبقى البي تتناسب طردي مع الان تربيع. حلو. يعني بي واحد على بي اتنين ان واحد تربيع على ان اتنين تربيع. كده خلصنا. 3 تربيع على 10 تربيع يبقى 9 على 100. السؤال اللي بعد كده، الجدول المقابل يوضح قيم بعض المقاومات المختلفة وشدة التيار. احسب قيمة المقاومة الخارجية R1 اللي هي هنا. تمام. نعمل ايه في السؤال ده؟ انت معاك هنا ال Rx بصفر. لما بيكون عندي ال Rx بصفر ده معناه ان التيار اللي ماشي في الدايرة هو اقصى تيار اللي هو ال IG او ال I max. هنا في Rx قيمتها كام؟ 600، خلت مؤشر الجهاز ينحرف عند تيار كام؟ 160. طب هو انا عندي في جهاز الاوميتر في عندي كام قانون؟ هو قانون واحد بس بيقول لك ان نسبة التيارات يعني الاي الجديد على الاي الاصلي اللي هو الاي جي بيساوي مقاومة الاوميتر او الار شرطة على الار اوميتر زائد الار اكس. جميلة. طب الاي الجديد اللي هو بعد ما حطيت ار اكس ب 600 قيمته كام؟ 160 على 200 اللي هو التيار الاصلي بيساوي دي مش معايا زائد الار اكس اللي هو قيمتها كام؟ 600. طبعا من هنا اقدر اجيب الار اوميتر وعرفنا هنعمل ايه، اروح استخدمها في المره الثانيه. طبعا هختصر، ممكن اقول فيها 20/4 فيها الخمسة، 5 ار ناقص 4 ار اوميتر، 4 في 6 يبقى الار اوميتر هنا تطلع ب 2400. جبت الار اوميتر تمام. هو عايز الار واحد. الار واحد خلت مؤشر الجهاز ينحرف عند كام؟ 75. اروح برضو اقعد في القانون، الاي الجديد على الاي الاصلي بيساوي ار اوميتر اللي احنا جبناها على ار اوميتر اللي احنا جبناها زائد الار واحد، ومن هنا حضرتك تجيب له الار واحد ايا يكن بقى تطلع بكام مع. السؤال اللي بعد كده، بسم الله صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. جلفانو متر ذو ملف متحرك مكون من 150 قسم، يبقى دي عدد اقسام جهاز الجلفان. بقول لك كل 10 اقسام تدل على 1 ملي امبير. كل 10 اقسام تدل على 1 ملي امبير. انت ممكن تجيب تيار الجلفانو بتاع القسم الواحد. العشر اقسام طيرهم بواحد، يبقى القسم الواحد بكام؟ 1/10، يعني 1/10 ملي امبير. ماشي. وكل قسمين بيديك 1 ملي فولت. يعني من هنا تقدر تقول فرق الجهد بتاع القسم الواحد بتاع الجلفانو 1/2، يعني 5/10 ملي فولت. طيب من الفي ومن الاي على طول تروح تجيب مين؟ تروح حضرتك تجيب الار جي. ار جي هتساوي الفي جي على الاي جي. ما هم دول بتوع القسم الواحد فمش فارقه بقى.
تبقى 5/10 على كام؟ على 1/10. تطلع الار جي قيمتها ب5 اوم. ده بالملي وده بالملي، فراحوا مع بعض، مش محتاج ان انا احول. هو بيسأل بقى عن قيمة المقاومة التي يجب توصيلها على التوالي، وطبعا الار توالي اسمها ار ام، حتى تصبح دلالة القسم الواحد، يعني فرق الجهد الجديد هيبقى بكام؟ بواحد، بتاع الجهاز الجديد. طبعا احنا عندنا في جهاز الفولتميتر، لما بنخلي الجلفانو فولتميتر، في عنده قانون بيقول ان الفي جي على في بيساوي ار جي على ار جي زائد الار ام. طيب الفي جي، لو انا اخدت في في جي بتاع القسم الواحد، يبقى انا هعوض عن الفي بتاع القسم الواحد. ماشي، انا معايا الفي جي بتاع القسم الواحد اللي هو 5/10 ملي فولت. 5/10 ملي فولت يعني اضرب في 10 والسالب 3. هو مديني قراءة الفولتميتر بتاع القسم الواحد، يبقى انا كده شغال صح. بيساوي الار جي، طبعا الار جي جبناها ب5/5 زائد الار ام. حضرتك بقى تعوض هنا كده بقى مع حضرتك الار ام، عوض على الآلة الحاسبة او عوض بايدك براحتك. ان يكن بقى الناتج هيطلع بكام. ماشي. السؤال اللي بعد كده، عند توصيل جلفانو متر ذو ملف متحرك بمصدر تيار مستمر، أي الاختيارات التالية يعبر بشكل صحيح عن التغير الحادث لكل من عزم الازدواج وعزم اللي الناشئ عن الملفين الزنبركيين؟ كلنا عارفين ان جهاز الجلفانو ده بيبقى عندي فيه اقطاب مقعره، وجهاز الجلفانو ده بيقيس تيارات صغيره، فاحنا دايما بنحب نخلي ان عزم الازدواج يفضل قيمه عظمى. عاملين الاقطاب مقعره واسطوانه والليله اللي احنا عارفينها دي كلها، فدايما مع دوران الملف عزم الازدواج دايما بيكون قيمه عظمى. ماشي، يبقى عزم الازدواج هتفضل القيمه بتاعته قيمه عظمى. طيب الملف كل ما بيدور، ايه اللي بيحصل للملفات الزنبركيه؟ هتلاقي ان الملفات الزنبركيه عماله بتتلوي اكتر، يعني بيتولد فيها عزم لي اكتر، يعني عزم اللي الناشئ عن الملفات الزنبركيه عمال بيزداد، عمال بيزيد، القيمه بتاعته بتزيد لحد ما المؤشر يقف عند قراءه معينه. يبقى انا كده هقول ان عزم الازدواج ثابت وعزم اللي بيزيد. يلا السؤال اللي بعد كده برضو سؤال حلو جدا، وطبعا السؤال ده في ناس كتير بتحله بطرق مختلفة، فانت براحتك حله زي ما انت متعود. انا بس بعرض لك فكرة، ساعات بتنساها او ساعات بتروح منك. بقول لك ايه، معانا جهاز دينامو بينتج مصدر قوته الدفعة الفعالة ب 314 جذر 2. يبقى دي كده الاي ام اف او الفي افكتيف للدينامو ده. عايز متوسط القوى الدافعة خلال سدس دورة، ده عدد الدورات، وبيسأل عن متوسط القوى الدافعة لو الملف بتاعي بدأ الدوران من الوضع العمودي، وده برضو هيفرق معايا. طيب طبعا احنا هنا حاطين قانون بنشتغل بيه، هو نفس القانون بس بيبقى فيه اختلافات بسيطة، كل واحد بيصيغه بالطريقة بتاعته. لما يقول لي احسب القوى الدفعة الكهربية المتوسطة في ملف الدينامو خلال فترة معينة أو خلال مرحلة معينة، أنا بالنسبة لي القانون اللي بشتغل بيه الماكس ام اف ماكس، الكلام ده مضروب في دلتا ساين سيتا اللي هي ساين سيتا 2 ناقص ساين سيتا 1 على 2 باي ان. وعايزك تاخد بالك ان السيتا 1 والسيتا 2 دول الزاوية بين مستوى الملف والمجال، يعني دي الزاوية بتاعة الفاي ام. طيب هو هنا في السؤال بيقول لي الملف بدأ الدوران من الوضع العمودي، يبقى الزاوية بين الملف والمجال اللي هي سيتا 1 هتكون القيمة بتاعتها بكام؟ ب90. طيب سيتا 2 بنجيبها ازاي؟ سيتا 2 لو احنا هنجيب الزاوية بتاعت الدينامو هقول ان هي عبارة عن 2 باي اف تي، او ممكن اقول هي عبارة عن 2 باي في الان. طيب هو انا دلوقتي معايا الان بسدس دورة، ال 2 باي دي اللي هي كام؟ 2 في 180 يعني 360 في 1 على الستة. 360 في 1 على الستة تطلع قيمة الزاوية ب60 درجة. دي كده الزاوية بتاعة الاي ام اف، لازم أنا ازود عليها سيتا 1 اللي هي بتاعة الفاي ام اللي هي كام؟ 90. فتطلع كده سيتا 2 معانا بكام؟ 150 درجة. يبقى انا كده حليت مشكلة سيتا 2 وسيتا 1. طيب الماكس هو مديني القيمة الفعالة، والقيمة الفعالة المفروض ان هي بتساوي القيمة العظمى
مقسومة على كام؟ مقسومة على جذر 2. طيب يبقى أنا كده أقدر أقول إن الماكس بتساوي القيمة الفعالة مضروبة في جذر 2، يعني 314 جذر 2 أضربها في جذر 2 تطلع 600. يبقى الماكس كده معايا بكام؟ 628. خلاص أنا كده معايا كل حاجة، أروح أعوض في القانون. يبقى الماكس 628، أفتح كده قوس كبير، ساين سيتا 2 اللي هي ساين 150 ناقص ساين سيتا 1 اللي هي ساين 90 على 2 باي. الكلام ده مضروب في مين؟ في الان اللي هي سدس دورة. هتعوض وتطلع الناتج ايا يكن بقى الناتج هيطلع معاك بكام. السؤال اللي بعد كده معانا في الفيديو بتاع النهارده، السؤال ده جه دور اول 2023، وكان السؤال ده في الامتحان كان جاي غير المعتاد شوية، فكانت فكرته تعتبر مختلفة شوية بالنسبة للطلبة يعني، ويعتبر وقع ناس كتير في الامتحان. تعالوا كده نشوف مع بعض هنحل السؤال ده ازاي يا سنة تالتة. بيقول لي في الشكل المقابل عند نقل الطاقة الكهربية من محطات التوليد حيث فرق الجهد بكام؟ ده كده فرق الجهد عند المحطة، هنقول ان ده الفي بي. بقول لك في هنا محول كهربي مثالي، وطبعا احنا عارفين ان المحول اللي بيكون عند المحطة ده لازم يكون محول رافع للجهد. خلال اسلاك النقل اللي التيار اللي ماشي فيها، طبعا التيار اللي ماشي في الاسلاك ده هيبقى التيار اللي طالع من المحول، وهقول ده الاي اس. ماشي، خلال المقاومة دي الار بتاعة الاسلاك. وفرق الجهد هناك عند البرج الفي هنا بيساوي 132 في 10 أس 3. هو طالما وصل عند البرج فرق الجهد ده، يبقى ده معناه ان كان طالع من المحطة جهد اكبر من الرقم ده، لان المفروض في كده جهد اتفقد بسبب مقاومة الاسلاك. يعني المفروض فرق الجهد اللي طالع من الملف الثانوي اللي هو الفي اس هيساوي فرق الجهد المفقود في الاسلاك بالاضافة لفرق الجهد اللي وصل عند البرج. طيب فرق الجهد اللي عند البرج 132 في 10 أس موجب 3 زائد فرق الجهد المفقود في الأسلاك، أقدر أجيبه عن طريق الأي في الآر. 2 في 5 7500 يطلع الناتج بكام؟ 15 في 10 أس موجب 3. من هنا يبقى أنا كده جبت فرق جهد الملف الثانوي للمحول ده. أجمع الاتنين على بعض يطلع الناتج 147 في 10 أس موجب 3. تمام زي الفل. بعد كده طالب مني تيار الملف الابتدائي للمحول. خد بالك بقى انت كده انت معاك الفي اس صح، وهو مديك الفي بي مديها لك بكام؟ 25 في 10 أس موجب 3. ومعايا الاي اللي ماشي في الاسلاك اللي هو الاي اس اللي هو قيمته ب 2 امبير. خلاص وده محول مثالي، يبقى الموضوع بسيط بقى. يبقى الفي بي على في اس بيساوي اي اس على اي بي. حضرتك بقى تعوض الفي بي قيمتها كام؟ اللي هي 25 في 10 أس موجب 3 على ال VS اللي احنا جبناها 147 في 10 أس موجب 3 بيساوي IS على ال IB. IS اللي هي ب 2 أمبير على ال IB، نعمل طرفين فوسطين تطلع قيمة ال IB تقريبا 11.7 أمبير. كان سؤال جميل، جه دور أول 2023. السؤال ده برضه سؤال موجود في كتاب الامتحان، وسؤال حضرتك بتشوفه كتير يعني، بس السؤال ده النماذج التجريبية سؤال اتكرر فيها، فهنقوله عشان ايه ممكن يكون غايب عن الناس او حاجة. هنا بيقول لك ايه؟ معانا مغناطيس وملف لولبي يواجه الفانومتر عشان بنعمل تجربة فاراداي 4 مرات بسرعات موضحة بالأشكال الأربعة، فإن مؤشر الجلفانو يكون له أكبر انحراف. طبعا انحراف جهاز الجلفانو هنا يعني كأنه بيسألنا عن التيار، والاي بيساوي ام اف على ار، يعني كأن الراجل المحترم بيسألك عن الاي ام اف اللي هي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي. خلاص. طبعا اكبر انحراف يعني اقل زمن يعني اكبر سرعة، يبقى انا كده عايز اجيب اكبر سرعة. وخد بالك هنا انا بجيب سرعة نسبية اللي هو السرعة النسبية بتاعت المغناطيس والملف. والسرعة النسبية من معلوماتنا القديمة زمان لو عكس بنجمع، لو في نفس بنطرح، لو في نفس الاتجاه بنطرح الاتنين من بعض. طيب
انا عندي في اول حاجه المغناطيس بيقرب من الملف والملف ثابت في مكانه، يبقى السرعه هنا في. عند الاتنين عكس بعض يبقى كده السرعه هنا ب 2 في. عند الاتنين عكس بعض يبقى السرعه هنا 3 في. عند الاتنين ماشيين مع بعض هطرح وقد بعض يبقى كام؟ صفر. فاكبر انحراف هيكون الاختيار اللي هو ده. آخر سؤال في الفيديو بتاعنا النهاردة، سؤال على الفصل الأول. سؤال فكرته مش صعب قوي بس دايما بتبقى تايهة عننا أو بننساها دايما. فكرة السؤال هو هنا بيقول لي إذا علمت أن القدرة المستنفذة في الفرع من النقطة A للنقطة B بتساوي 210، فإن فرق الجهد بين النقطة A والنقطة B بيساوي كام؟ انا السؤال ده الغرض منه حاجتين. لما يقول لي القدرة المستنفذة يبقى انا اخد بالي مين اللي بيستهلك في الدايرة اللي قدامي دي. تاني حاجة لما يقول لي هات فرق الجهد من نقطة للتانية، ازاي ابدأ اتعامل في السؤال اللي زي ده. ركز كده معايا. القدرة المستنفذة في الدايرة اللي هنا كده كده في اي مسألة لما اقول لك احسب لي القدرة المستنفذة، اي مقاومة في الدايرة بتستهلك. طيب لو عندي بطارية، البطارية قدامها حاجة من اتنين، يا اما البطارية تكون بتفرغ فكده مش بتستهلك، يا اما البطارية تكون بطارية بتشحن، في الحالة دي اقول ان دي بطارية مالها بتستهلك. طيب حلو الكلام. انا معايا التيار ماشي في الاتجاه ده كده، يعني التيار ماشي مع البطارية اللي هي 30 وداخل للبطارية اللي هي اللي مجهولة. يعني اقول ان البطارية دي في حالة ايه؟ حالة شحن. يعني البطارية دي بتعمل ايه؟ بتستهلك. لكن البطارية دي بتعمل ايه؟ بتفرغ. طب بيقول لك القدرة المستهلكة 210. مين اللي بيستهلك؟ عندي والله العشرة والاربعة والستة، الار توتال بتاعتهم كلهم بكام؟ ب20. هم توالي، هم مسار واحد ماليش علاقة بالبطاريات دي. طيب اجيب القدرة المستهلكة في المقاومة ازاي؟ اي تربيع في الار، الاي ب3، 3 تربيع يعني 9، 9 في الار اللي هي 20 يبقى 180. بالاضافة لايه بقى؟ عند البطارية اللي هي الفي باتري ديت هي كمان بتستهلك، ده باستهلاك البطارية. البار المستهلكة على بطارية بجيبها ازاي؟ البار على البطارية بتساوي الفي بي بتاعت البطارية في الاي، يعني هقول له 3 في بي. من هنا اودي ال 180 الناحية التانية، 210 ناقص 180 يبقى تقريبا 30 بيساوي 3 في بي. من هنا تطلع قيمة ال في بي بتساوي 10 فولت. جبنا قيمة ال في بي ب 10 فولت. حلو الكلام. دي كده ايه؟ اول حاجة محتاجين نجيبها. هو ممكن يطلب منك قيمة ال في بي بس ويسكت. طيب هو طالب مننا فرق الجهد من النقطة A للنقطة B. عشان اجيب فرق الجهد من نقطة للتانية اي حاجة بتقابلني باخدها باشارتها. تعال نمسح بس الكلام ده عشان ايه ما نتوهش من بعض. احنا اتفقنا ان البطارية دي قيمتها ب10 فولت. عايز اجيب فرق الجهد من النقطة اللي هنا للنقطة اللي هناك، فانا همشي وهاخد كل حاجة باشارتها. انا كده ماشي مع التيار فالمقاومات كلها بالموجب. البطارية اللي هتقابلني باخدها باشارتها بالرقم اللي عليه. يعني انا معايا التيار ب3 في 10 يعني 30. بعد كده قابلني بطارية ناقص 30. بعد كده قابلني مقاومة 3 في 4 ب 12، ما هو نفس التيار، زائد البطارية اللي هنا قيمتها ب10. بعد كده زائد 3 في 6 ب 18. ما اقولش بقى بيساوي صفر، ده مش مسار مغلق، ده انا عايز اطلع الناتج بكام. دول مع بعض اجمع دول يبقى 30 و10، يبقى فرق الجهد هيطلع بكام؟ ب 40 فولت. سؤال حلو جدا وغاية في الأهمية، موجود طبعا في كتاب الامتحان، وطبعا كل أسئلة كتاب الامتحان بالنسبة لنا تعتبر أسئلة غاية في الأهمية.